مبارك. ومن ثم نكرر أن حسين سالم هو الصندوق الأسود لأسرار عائلة مبارك المالية. عشان يضمن بذكائه الحاد جدا وبخبرته كراجل مخابرات، عنده معلومات وعنده استشعار عن بعد، يضمن انه يهرب في الوقت المناسب حتى لو ساب اللي سابه في البلد. عمل شركة استثمارية كبيرة جدا في اسبانيا في جنيف، وعمل ايضا اشترى كمية استثمارات سياحية في اسبانيا، نفس المشي على طريق اشرف مروان. اشرف مروان كان عنده قرى سياحية وعنده بيوت سياحية في اسبانيا، وطبعا من الطبيعي جدا بهذا الحجم الاستثمارات يصبح مالكا للجنسية الاسبانية. في طيارة خاصة في وقت مناسب طلع هو وبنته وابنه وزوجة ابنه، ويمكن زوج بنته الأخير ما كانش له مكان على الطيارة، يمكن لحق بيهم أو ما لحقش الله أعلم، وخرجوا وعملوا الروت المعروف دبي وإلى جنيف ثم أسبانيا. أنا في اعتقادي أنه في الفترة اللي فاتت دي كلها كانت هناك أخبار بأنه يتنقل على خريطة العالم. هو ذكي جدا. أنا من المؤكد أنه قد ذهب في فترة ما إلى أسبانيا، وذهب في فترة ما إلى إسرائيل، وذهب في فترة ما إلى أمريكا اللاتينية. ليه أمريكا اللاتينية؟ لأن أمريكا اللاتينية هي دولة أو مجموعة دول تتكلم الأسبانية وترتبط بأسبانيا بعلاقات قديمة من أيام الاستعمار الأسباني. الراجل ده بما جرى له في أسبانيا يمكن عنده فرصة، رغم ذلك بذكائه وبحنكته وبعدد المحامين الكبار اللي بيشتغلوا له جوه وبره مصر، يمكن يقدر يفلت للأسف من العقاب، ويفلت يمكن بجريمته اللي عملها في حق المصريين. في قرار اتهام الرئيس مبارك، رئيس سابق مبارك، اللي وجهته له النيابة العامة وأحالته لمحكمة الجنايات، بند بيقول أو تهمة بتقول أنه تلقى عطية من حسين سالم مقابل تصدير الغاز لإسرائيل. هي عبارة عن 3 فيلات خدها بسعر بخس جدا، هم ال3 فيلات اللي موجودين في منتجع الجولف اللي سافر له الرئيس وعيلته وعاشوا فيه في شرم الشيخ. طبقا لمواد قانونية معروفة جدا، فإنه لو جه حسين سالم وطلع يعني قال أصله وقال أيوة أنا اديت هذا العطية، يصبح بحق القانون بريء، لأنه ينجو من جريمة الراشي بالاعتراف ليصبح مبارك مرتشيا. فهل سيفعلها حسين سالم لينجو من هذه القضية، أم أنه سيظل وفيا لمبارك حتى ولو دخل السجن؟ مبارك يا خيار جبت 72 مليون. هي ثورة لم يعرف المصريون لها مثيلا، فيها هز الهتاف المنادي برحيل الرئيس السابق وأسرته أرجاء مصر كلها، وانشقت ملايين الحناجر تطالب بالمغادرة وفك ارتباط عائلة مبارك بالسلطة، إلا هتافا واحدا طالب بعودة شيء واحد فقط: هاتوا فلوسنا. استرداد الأموال المهربة هو أحد أهداف الثورة، لأن حجم الأموال الذي هرب لا يجعل لنا لا يتركنا بالخيار أن نتخلى عن هذا المال أو نطالب به، بل يجب أن نطالب به. كان الحديث عن الذمة المالية للرئيس وعائلته محظورا طوال 30 عاما، دونه خطوط حمراء كثيرة، وبسقوط حكمه انطلقت التكهنات في تقدير حجم ثروتهم وطريقة تهريبها للخارج. أي أموال مشكوك في مصدرها احنا تجاوزا كده بنقول عليها أموال متهربة، فالفلوس دي ما بتدفعش من أصلا في مصر عشان تخرج، إنما بتودع في حسابات أو في أماكن يصعب تعقبها. هي في النهاية أموال خارج سيطرة الدولة ومخفية بطريقة أو بأخرى. على مدار 30 عاما كان الاعتقاد السائد أن مبارك قسم بين نجليه السياسة والمال. اختير جمال لمشروع التوريث، ومر عبر رحلة تصعيد سياسي وضعت الثورة حدا له، فيما تفرغ علاء للاقتصاد. لكن الواقع كشف عكس ذلك، فقد جمع جمال مبارك بين السياسة والمال. جمال مبارك بدأ حياته في بنك في أمريكا في لندن، ومن هناك بدأ يشتغل على مسألة
بيع ديون مصر في الفترة دي في النص الأول من التسعينات، ومن هنا خد خبرة بقى إزاي يعرف يعمل أموال ويعمل عمولات. وهنا بنقول هل هناك في تداخل مصالح بين كون السيد جمال مبارك هو ابن رئيس الجمهورية وبين هذه العلاقات؟ منذ بدأ الحزب الوطني فكره الجديد وأجهزة إعلامه تتحدث عن المواطن أولا والتحسن الاقتصادي، واعتبر الحزب ذلك أحد إنجازات النظام في سنواته الأخيرة. مصر تتغير، مصر تتطور، مصر تخطو إلى الأمام. غير أن هذا المواطن اكتشف فجأة أن أمواله خرجت من مصر وربما لن تعود. وجهت النيابة لمبارك عدة اتهامات حالة ثبوتها قد تؤدي بالرئيس السابق ونجليه إلى السجن، منها الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والسلطة بخلاف قتل المتظاهرين. كل هذه الاتهامات أنكرها كلها جميعا. من حق الرئيس السابق ونجليه أن ينفوا تهما تقضي على ما تبقى من تاريخ وسمعة عائلة حكمت مصر أكثر من ربع قرن، لكن ماذا تقول المستندات التي لا تكذب؟ تكشف المستندات المحفوظة في السجلات البريطانية أن جمال مبارك يملك شركة للاستثمارات المالية مؤسسة في لندن، وبخط يده يقر جمال أنه يعمل مديرا للشركة. لم يدرك الرجل حين طلب تصحيح اسم عائلته الذي ذكر خطأ مبارك إلى مبارك أنه على موعد مع الثورة. في ناس بتقول ان وليد كابة عنده مفاتيح كتير ممكن تقودنا للاموال المهربة الخاصة بمبارك ونجليه، رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ لا، انا معلوماتي انه كان شريك او مدير لاحدى شركات اللي اسسها جمال مبارك. تؤكد المستندات أيضا أن وليد كابة مدير شركة نجل الرئيس المخلوع الموجودة في لندن قام بتغيير مواعيد تسليم ميزانيتها في أعقاب ثورة يناير، كما تم سحب أموال قيمتها تتجاوز مليوني جنيه بحسب المستندات. عبر سلسلة من الشركات المخفية التي أسست في الخارج لكنها تستثمر في مصر، قام نجل الرئيس المخلوع بإخفاء ملايين الدولارات في حسابات سرية ببنوك أجنبية تقع في قبرص وجزر الكايمان والعذارى البريطانية. وبعد الثورة يحاكم الأشخاص هنا في القاهرة، لكن الأموال تنعم بالدفء هناك في الكاريبي. تعالوا نتعرف على شبكة تهريب الأموال للخارج ونكشف تعقيد خيوطها المنتشرة حول قارات العالم. استثمر جمال وعلاء مبارك أموالهم في مصر عبر شركة هيرمس للاستثمار المباشر المؤسسة في جزر كايمان، والمملوكة بنسبة 65% للمجموعة المالية هيرمس القابضة ومقرها القاهرة، فيما تمتلك النسبة الباقية والبالغة 35% شركة بوليون المملوكة لنجلي الرئيس المخلوع ورجل الأعمال السوري وليد كابة أحد أصدقاء جمال مبارك وكلمة السر في حركة أمواله. تنتقل الأموال من هيرمس للاستثمار المباشر إلى شركة بوليون الموجودة في قبرص في صورة أرباح عن حصتها. لا تتوقف حركة الأموال عند هذا الحد، لكنها تنتقل إلى حسابات بنكية بالخارج أو إلى حساب جمال مبارك بالبنك الأهلي المصري. وتنتقل الأموال أيضا من بوليون إلى شركة ميد انفست، وهي إحدى شركاتها المؤسسة في لندن بهدف إخفاء الأموال وصعوبة تتبعها. حصلت شركة جمال وعلاء مبارك في قبرص على 418 مليون جنيه أرباح عن 5 سنوات من استثماراتها مع المجموعة المالية هيرمس، والتي حققت أرباحا قيمتها 777 مليون جنيه من نفس الاستثمار بحسب ميزانيتها. ورغم أن هيرمس القابضة تشدد على أن علاقتها بجمال مبارك لا تتعدى كونه شريكا لها في إحدى شركاتها التابعة، وأن إجمالي إيرادات هذه الشراكة لا تمثل سوى 7% من إيرادات المجموعة الأم، إلا أنها اعترفت في إحدى ميزانياتها بأن هذا الاستثمار هو منبع صفقاتها التي حصلت عليها بمساعدة نفوذه السياسي.
تمتلك هيرمس للاستثمار المباشر أصولا قيمتها 155 مليون جنيه، وتمتلك أيضا شركة مؤسسة في قبرص تحت اسم International Security بشراكة مع البنك الزراعي الهولندي، كما تدير صندوق حورس أجريفود الزراعي وقيمته 55 مليون دولار، ويتم إدارته من خلال أحمد الحماد وياسر الملواني وحازم شوقي وآخرين من قبرص. بينما تضم اللجنة الاستشارية للصندوق جمال مبارك، ياسر الملواني ومحمد تيمور. لم تقتصر شراكة نجلي الرئيس مع هيرمس القابضة، بل امتدت إلى أبراج كابيتال، هي إحدى الشركات العقارية الكبرى في الإمارات، ويرأسها رجل الأعمال الباكستاني عارف نقفي، وهي مملوكة لإحدى العائلات المالكة في دولة عربية. نشأت علاقتها بهيرمس القابضة عقب استحواذها على حصة مؤثرة بها قبل أن تتخارج منها، لكنها تغلغلت في صناديق الاستثمار التي تديرها هيرمس للاستثمار المباشر، والشهيرة بحورس 1، حورس 2، حورس 3 وحورس للسياحة. يرى الخبراء أن الكثير من الأطراف في السوق المصرية استفادت من علاقة جمال مبارك بالسلطة في تحقيق أرباح خاصة على حساب المصلحة العامة. في تشابك حكومي سياسي قوي، لأنه هرمز نفسها كشركة قابضة مملوكة بنسبة 20% لحكومة دبي أو جهاز استثمار دبي وحاكم دبي، يعني الإمارات لها حصة كبيرة جدا وصالح في هذا. وبالتالي هذا التواجد في المجموعة المالية لهيرمس حصل برضو تزاوج ما بين السلطة غير المباشرة سياسيا لجمال مبارك في الحكم وما بين القدرات المالية اللي استفادت منها المجموعة المالية مع وجود جمال مبارك. هنا تعترف المجموعة المالية هيرمس القابضة في ميزانيتها الصادرة عام 2007 بأنها استفادت من هذه العلاقة. أشخاص أرسلوا بيعملوا في مؤسسات مالية أرسلوا إلينا مستندات أرسلت يوم 9 ويوم 10 بتفيد إلى أنه بعض أطراف الفاسدة، بعض الأطراف الفاسدة والمسؤولين الفاسدين في النظام المصري السابق كانت لهم أموال طائلة وكانوا يسعون إلى تحويلها ولا إخفائها في مؤسسات مالية وبنوك أجنبية. أمام حقيقة الأموال التي هربت للخارج يثور السؤال: كيف تعود أموال مصر؟ دائما الدولة صاحبة الأموال التي نهبت منها الأموال هي التي تسعى، وعلى قدر سعيها يتم الاسترداد. ومصر لم تستخدم في الحقيقة قوتها الناعمة ونفوذها العالمي والدولي والمحلي والإقليمي حتى الآن. مش احنا أول دولة بنواجه المشكلة دي. اللي يتذكر كان في كده الفلبين، كان عندهم رئيس ماركوس، وده حكم من سنة 60 لسنة 86 في القرن الماضي، يعني حوالي 26 سنة. اتهموه برضو وقتها انه يعني اخفى حاجه بين 5 و10 مليار دولار. لو خدنا بقى يعني الشكل الاخر الاكستريم بالنسبه للفلبين هنجد ايران استردت 17 مليار من اموالها المهربه للخارج للولايات المتحده الامريكيه، واللي كان قدرها 24 مليار استردت 17 مليار من 24 مليار سنه 83 تقريبا في خلال عده اشهر، بس ده بصدام مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. هكذا صنعت الفلبين وإيران من أجل استعادة أموالهم المهربة. طالبنا الدولة أن تنشئ لجنة، للأسف أنشأت لجنة أقل مما هو مطلوب. احنا طالبنا أن تنشأ لجنة بمرسوم تمثل الدولة المصرية في اتخاذ كل الإجراءات لاسترداد الأموال في الخارج. استرداد الأموال أولا موضوع شائك وصعب جدا، لأنه الأول عايز تثبت الأموال دي قد إيه وفين ومين صاحبها. ثانيا عايز تتأكد انها من مصدر غير مشروع، والدولة اللي فيها طبعا ما فيش بلد عايزة تمشي فلوس من عندها. هو الحقيقة الحكومات الأخرى لا تستجيب لأي شيء، لا للكشف عن الأموال ولا للبحث عنها ولا لردها ولا لأي حاجة في الحياة. أنت لو جيت للحقيقة هذه الدول ترغب في أن يصمت الشعب المصري ويكتفي بما أنجز من تغيير لرؤوس النظام ويقول يروحوا بقى باللي خدوه وينسى موضوع الأموال. يسأل الآن المصريون سؤالا: أين الأموال المصرية التي هربت؟ الملايكة هم اللي يقولون الحاجات دي فين؟ وهل ستعود؟ مصر إذا تحركت في الحقيقة فإن العالم كله